هتتخضوا لما تعرفوا الحقيقة. ما أعتقدش إن في ست كده تاني. قبل ما أحكي أي حاجة، أهلاً بيكم يا أسرة سيلا الجميلة. قررت أفضفض شوية معاكم. من شهور فاتت كنت في مكان، وجت شابة عندها تقريباً حاجة و20 سنة، وقعدت قدامي وقالت لي ببراءة أطفال: حلوة قوي المسكرة والحاجات اللي عاملاها. وبعدها قالت لي: نفسي أعمل زيك، بس أنا مش بعرف. لما بحاول أحط بقلب لبالياتشو. لما حكيت مع البنت دي لقيت إن جواها وجع كبير قوي، لأن أغلب أمور البنات مامتها كانت شايفة إنها قلة أدب وما ينفعش تعملها، وعاشت حياتها في جسم بنت، بس للأسف مش عارفة حتى تكون بنت. يمكن الوجع ده هيحس بيه البنات كويس قوي. لما شجعت البنت دي تجيب حاجات وقلت لها هعملها لك، العشرينية اتحولت لطفلة 5 سنين حرفياً. في فرحتها وحركاتها وحتى لسانها قالت لي: تعتي. البنت دي حياتها كلمة صعبة قليلة، هي حياتها فيها بلاوي، والسبب مامتها. والبنت دي مش القصة أصلاً، ولا الموقف هو القصة بتاعت النهاردة، لكن القصة في شخصية حقيقية مش خيالية عندنا في عصرنا ده. 4 بنات وفي مراحل عمرية مختلفة. طبعاً عليها ضغط في الماديات رهيب زي كلنا. بتسمع كلمة ماما 9 مليون مرة في الثانية، ما بتعرفش تتحرك، طلبات مش بتخلص، وخناقات طول اليوم. مفيش خصوصية لحياتها. الشقة مش بتلحق تنضف، ماما جعانة، ماما تعبانة، ماما الحقي، ده عرض مستمر 24 ساعة. أجمل سؤال في الدنيا إنها ممكن تكون نايمة وتلاقي حد بيصحيها: ماما انتي نايمة؟ ده غير طبعاً المذاكرة والواجبات والنشاط المدرسي التحفة، وغسيل وكنس وطبخ ده العادي، ويلا لماما هو الأكل مستواش أنا جعانة، وأسئلة كونية ومستنية إجابة. وطبعاً أغلب الأسئلة لو العلماء سمعوها مش هيحتاروا، أولاً في الإجابة، ثانياً في توصيل المعلومة لسن الطفلة اللي بتتكلم. وضيف على ده علاقة مش مستقرة بالزوج. الست دي قالت لي جملة: كل بنت من بناتي ليها شخصيتها، وكل واحدة ليها معاملة. الست عارفة تعمل معجزة بجد، وهي إنها تميز كل بنت من ال4 في التعامل وفي الأسلوب. ومش بس كده، هي بتحببهم في إنهم بنات عن طريق حاجة بسيطة قوي بس بتغيب عن بيوت كتير، وهي إنها بتمدح بنتها. يعني تقول لها: الله انتي حلوة قوي، وكلام إيجابي للبنت يطمنها على إنها مقبولة. انتوا متخيلين إنها رغم كل الدوشة دي لسه فيها نفس تقول للبنات كلام حلو علشان نفسيتهم؟ في جبروت هنا. الفرق بين الأم اللي خلت بنتها وهي حاجة و20 سنة مكبوتة ومخسوفة وفرحت زي العيلة لأن كان نفسها تجرب تحط ميك اب، وبين الأم اللي عندها 4 بنات وقادرة تميز كل واحدة فيهم بشخصية. إن الست أم ال4 بنات عندها قدرة سبحان الله المولى عز وجل بيحطها في بعض القلوب، وهي الحس الإبداعي. يقدر يشوف الحاجة العادية واللي الناس كلها شايفة إنها عادية بصورة تاني، بصورة تخليه يمسك الحاجة البسيطة دي ويطلع منها شيء مبهر. ورغم إن الست دي ضغوطات حياتها لا تحتمل حرفياً، لكن في الحقيقة هي مخلية حياتها درس جميل يفتخر بيه بجد. سبحان الله إنه في وسط دوشة حياتنا العادية والمملة ربنا بيخلي ناس تظهر يكون عندهم الإحساس الإبداعي ده، علشان يكونوا بينوروا لغيرهم ويدوهم طاقة يتقووا ويكملوا الحياة. طبعاً حضراتكم دلوقتي بتسألوا وهتسألوا مين هي البطلة الحقيقية للحلقة، وعايزة أقول لكم إنها سيلا صاحبة القناة، واللي بإذن الله بمناسبة شهر رمضان الكريم هنعيش مع كتابتها حلقات مميزة وخاصة جداً للشهر الفضيل. كل سنة وإنتم طيبين. وعايزة أقول في آخر الحلقة، سيلا هي البطلة اللي عندها 4 بنات، وهي الإنسانة اللي كتبت الحلقات اللي سمعتوها على القناة، واستمتعوا بفكرها وإبداعها وطريقة طرحها للأمور بشكل مختلف، ومعالجتها للقضايا بشكل مميز. وههمس للستات وأقول آخر جملة: رغم الظروف قدرت تبدع ولسه هتبدع. انتظرونا بإذن الله في رمضان. كل سنة وإنتم طيبين.